خلال أقل من عام شهدت أمريكا مقتل 3 مبتعثين وإصابة رابع. كانت السرقة أبرز أسباب تلك الاعتداءات. ففي أكتوبر الماضي قتل المبتعث عبد الله القاضي في ولاية كاليفورنيا حين خرج لبيع سيارته، لكنه لم يعد وعثر عليه مقتولا. قالت الشرطة أن سرقة مبلغ السيارة هي الدافع وراء الجريمة. وبعد أيام من مقتل القاضي تعرض المبتعث محمد البادي للدهس بسيارة زميله مروان حناوي في ولاية تينيسي أثناء المزاح بينهما. اتهمت أسرة المقتول الجاني بتعمد قتله لوجود خلافات سابقة بينهما. أما في مطلع هذا العام تعرض المبتعث منصور اليامي لرصاصة أطلقها عليه للصين استوقفاه في الطريق بضواحي لوس أنجلوس، وحين لم يجد معه المال أطلقا عليه النار ولا ذا بالفرار. استقرت الرصاصة بمنطقة حساسة بجسده أدت لإصابته بشلل نصفي، توفي على إثرها بعد أسبوعين من الحادثة. وفي سبتمبر من عام ماض أصيب المبتعث محمد آل ناصر بطلقة نارية من قبل لص اقتحم منزله وقام بسرقة أغراض شخصية. اخترقت الرصاصة رأس محمد وتركت أثرا عليه، وقد قبض على المتهم. كي لا تتكرر هذه الجرائم على المبتعثين أن يكونوا أكثر حرصا وحذرا. حفظ الله كل المبتعثين وأعادهم للوطن سالمين.